ليلى حمادة وبسبب قبلة كانت ليها في فيلم خلت زمايلها في الجامعة يعملوا مشاكل معاها وقتها لأنها كانت طالبة في الجامعة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. ليلى حمادة عملت أدوار كتيرة، منها دورها في إمبراطورية ميم في بدايتها، وبعدين عملت فيلم تحديدا سنة 74. كانت هي وقتها لسه طالبة جامعية بتدرس اقتصاد وعلوم سياسية في جامعة القاهرة. بعد عرض الفيلم اللي هو اسمه العذاب فوق شفاه تبتسم، كان مع نجوى ابراهيم ومحمود ياسين وسعيد صالح، وعملت دور بنت اسمها فوقية فيه، وكان ليها بوسة مع سعيد صالح. الفيلم اتعرض من هنا وراحت الكلية، طبعا زمايلها في الجامعة زعلوا جدا وهاجموها لانهم ما كانوا شايفينها من زمان بتعمل ادوار برضه، بس ما كانش فيها الجراءة دي. الكلام ده بس بيبقى ردا على ايه؟ على الناس اللي بتقول ان في السبعينات كانت البوس ده عادي، وكانت الناس بتتباس عادي في السينما وما كانش حد بيتكلم. في ناس كانت بتقول كده وناس بتقول كده دلوقتي، وهي بتهاجم مثلا السينما الحاليه ايه اللي ما فيهاش قبولات مثلا يعني، مع ان فيها حاجات انا شايف اصعب من القبولات اللي هي المهرجانات والرقص والحاجات دي. ولكن في ناس تروح قايل لك إيه، لا ده السبعينات كان في بوس ومايكرو جيب وكده، ودي جبناها قبل كده ومحدش كان بيتكلم وكان ده عادي. لا، جبت لك قبل كده احمد زكي انه كان بينتقد موضة المايكرو جيب وشايف ان هي كانت حاجة صعبة، ويعني لو حد غيور ما يرضاش بيها والكلام ده. وكان الكلام ده كان في السبعينات. تاني حاجة بجيبها لك اهي قبلة اهي، في السبعينات برضو كان حصل عليها مشاكل. مش ان عادي الفنانات كانت بتتباس في السبعينات ومحدش كان بيتكلم وكان عادي، لا الكلام ده غلط. بدليل الواقعة بتاعت ليلى حمادة اهي اللي جايب لك حلقة تانية عنها، وان الناس اتضايقت منها في الجامعة. وبتقول وقتها ان هي ما كانش عندها عربيه خاصه، وكانت بتاخد تاكسي عشان ما تضطرش لاستخدام الاتوبيس، وهتحصل لها سخافات كتير ومعاكسات. ادي كمان الاتوبيسات كان فيها معاكسات من السبعينات، خاصه لو نجمه مشهوره، وكانت الناس طبعا من اول ما تخش من باب الجامعه كلهم بيتبعوها وبقوا عايزين يتكلموا عنها. وبعدين طبعا بعد مشهد القبله ده وجهوا ليها بعض الكلام اللي ضايقها، حتى ان هي سمعت شابين قالوا الفاظ اذت مشاعرها يعني بسبب الموضوع بتاع القبله ده. فما تملكتش نفسها وراحت موجهه لهم درس في الادب، زعقت لهم يعني. بسبب المشاكل الكتيره اللي حصلت بسبب المشهد ده، ليلى حماده قالت ايه كواليس المشهد ده؟ قالت ان هي طلبت من المخرج حسن امام انه يعفيها من البوسه دي خالص، لانها هتعمل لها مشاكل وهي طالبه جامعيه، وان مفيش داعي ليها. فالمخرج زعق بصوت عالي لدرجه ان هي جالها ذعر، واضطرت لتمثيل لانها تعمل المشهد. بعد المشهد ده ما اتعمل، هي اصرت بقى بعد كده، قالت انا مش هعمل اي قبلات تاني. وفضلت طول فترتها في التمثيل بعد كده محافظة على فكرة انها ما تعملش مشاهد فيها خلع ملابس او ارتداء مايوه عشان زمايلها في الدراسة. وكانت بتقول وقتها حتى لو ما نفعتش وما عملتش بطولة يعني منفردة ليا وبقى ليا دور، خلاص انا بدرس اقتصاد وعلوم سياسية وممكن اشتغل في السلك الدبلوماسي بعدها. وفعلا جات لها بطولة، لكن البطولة دي فشلت. قعدت سنتين زي ما هي كانت قايله بينها وبين نفسها، انا هنتظر سنتين ما جاتليش بطوله هعتزل واشتغل في السلك الدبلوماسي. بعد سنتين خدت فرصه سنه 79، عملت دور البطوله في فيلم المغنواتي مع الفنانه سهير المرشدي وشكري سرحان، لكن الحظ ما حلفهاش والفيلم ما نجحش وما حققش اي حاجه خالص. وكانوا شايفين ان الفيلم ده عباره، جمهور يعني كانوا شايفين ان الفيلم ده عباره عن نسخه تانية من حسن ونعيم، وده خلاها في مقارنه مع سعاد حسني. ولسعاد حسني برضو راحت حادفه تعليق كده قوي، قالت ايه؟ انا ضد ان تعاد الافلام الكلاسيكيه تتعاد مره تانية، واذا قرر المنتجين اعادتها لازم يبحثوا عن ممثلين على درجه كبيره من الاتقان. قصف جبهه. وعادت بعد كده ليلى حماده للادوار اللي كانت بتعملها الاول، الادوار الثانويه يعني الادوار الصغيره. وبعد كده اتجوزت ليلى حماده من رجل اعمال مصري من اصول ايطاليه، واعتزلت التمثيل عشان هو كان عايز كده. وكمان هي كمان كانت يئست برضه انها تعمل اي حاجه في مجال التمثيل او تحقق اي شهره. دي كانت حلقتنا النهارده، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجايه.